بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي إن شاء الله عن الدرس الجديد في كلمات الإملاء. هناخد مع بعض إملاء بحرف كلمات بحرف الحاء. قبل ما نبدأ الكلمات بحرف الحاء لازم ناخد شوية كده معلومات عنه. أول حاجة يا ولاد خلي بالكم، حرف الحاء في أول الكلام بيبقى نايم بالمنظر ده، وفي نص الكلام بيبقى كده بيبقى نايم. أما في آخر الكلام سواء هيمسك أو مش هيمسك في حاجة، يعني لو مسك في حاجة هيبقى المنظر ده أو المنظر ده. تمام كده يا ولاد؟ طيب، عايزة أعرف معلومات كمان في حرف الحاء. حرف الحاء لو عليه فتحة أقول عليه حاء، ضمة، حو، كسرة، حي. تمام كده؟ طب تعالى ندي المد بتاعنا عشان نفرق ما بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة. ارفع معايا حاء، حو، حي، أو الشكل التاني بتاع الياء حي. يعني لا كده لا كده. شايف الفرق؟ تمام كده يا ولاد؟ يبقى أنا حا، حو، حي. اسمع المد حا، حو، حي، حي، سواء كانت الياء كده أو كانت الياء كده. طيب تعالوا دلوقتي يا ولاد ناخد الكلمات. املا كلمات ايه بحرف الحاء؟ هنتملاها. اسمع مني كويس وحضر ورقة وقلم، وانا هقول الكلمة وحاول اجزأها لك لمقاطع صوتية واكتبها، وبعدين شوف معايا انا يعني بص صحح معايا، تمام؟ عشان تشوف انت كاتبها صح ولا غلط. تعال ناخد دلوقتي شوية كلمات هنتملاهم حرف الحاء بالفتح. اكتب معايا كده: حزينة، حزينة، حزينة. بص معايا، حزينة. الكلمة التانية حركة، حركة، حركة. اكتبها مع بعض: حركة. اسمع مني، حراسة. في هنا حرف طلعت فيه لساني، حرف الثاء من الحروف اللثوية. حراسة، حراسة. اسمع مني، حصادة، 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 حصادة. الكلمة اللي بعد كده اسمعها كويس وحاول اكتبها: حلبة، 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 حلبة. تعال نشوف حرف الحاء وهو مضموم. اسمع مني الكلمة واكتبها: حميلة، حميلة. بص معايا، حميلة، حميلة. الكلمة اللي بعديها حريمة. اكتب لو سمحت: حريمة، حريمة، حريمة. الكلمة اللي بعد كده
حوريق 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 حو ري قا حوريق. اكتب معايا حوفيرة 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 حو في را حوفيرة. وإيه كمان؟ اكتب معايا حوصيدة صي حوصيدة حوصيدة حو صي ده حوصيدة. طيب نكتبها بخط أحسن. تعالوا دلوقتي ناخد الكلمات اللي فيها حرف الحاء بالكسر اللي هي حي. اسمع معايا عشان هديك مد. حي صا نو حي صا نو. بص كده حي صا الصاد طولت فيها يبقى مدي بالألف وراها نو. اكتب معايا حي ما رن. سمعت صوت جديد؟ الرن دي صوت التنوين. حي ما رن حي ما عشان طولت في الميم ما رن. أن يعني ضمتين يا ولاد، ما بكتبش النون، أنا بسمعها أن فيها نون التنوين بالضم، أحس إن في نون في آخر الكلمة أن كده. الكلمة دي لأ، هي عبارة عن 2 ضمة. حي ما رن أن. أمال الأن ده إيه؟ فيها نون، أكتب النون كده غلط. أمال إيه؟ أعوض بضمتين، بقك الضم 2 فيها أن. تمام كده؟ طيب حي اكتب معايا حي ذا أن فيها أن اهي، يبقى تنوين بالإيه؟ بالضم، بس ركز معايا واكتب حي ذا. طلعت لساني ذا أن. بص كده معايا حي طولت هنا طلعت لساني ذا أن همزة، وهنا حذاء، هي المفروض حذاء. تمام كده؟ حذاء آخرها همزة آخرها همزة على السطر. طيب الهمزة اللي على السطر أحط أن، يبقى أعملها تنوين تنوين بالضم. إن شاء الله هناخد تنوين بالفتح والضم والكسر، كلمات لها خاصة عشان ما نتلخبطش. طيب عايزة دلوقتي أكتب حرف الحاء وهي مسكنة، كلمات بحرف الحاء وهي فيها سكون. اكتب معايا كده كلمة لح مو. شوفي حرف الحاء وهي مسكنة صوتها ايه؟ زي صوت الحية لح. يبقى فيه حرفين مع بعض ادوا الصوت ده لح مو. نكتبها كده مع بعض لح، بعدين مو، الميم عليها سكون. اسمع الكلمة دي وخلي بالك. مح فا ظا تو. بشويش وركز. مح فا ظا، في الظا هي بتطلع من الحروف اللي سوية بطلع فيها لساني. مح فا ظا 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 تو محفظة. تعال نكتبها كده مع بعض واحنا بننطقها. انا قلت صوتين مع بعض مح، اكتبهم مع بعض الميم والحاء اكتبهم مع بعض مح. اول حاجة قلتها ميم بعدين ح
مح فا ظا تو محفظة. تمام. هنكتب كمان كلمة فيها حرف الحاء المسكنة، كلمة نحلة. نح، نون والحاء جم مع بعض ادالي الصوت نح. نح، نحلة. يلا نكتبها مع بعض. نح لا تو. انت لو ماشي كده حتة حتة هتطلع معاك الكلام 10/10. نح لا تو. طيب اكتب ايه كمان؟ اكتب معايا كلمة حوت. حو، شوف طولت في الضمة يبقى ده مد بالواو على طول بعديها. حو بصوت طويل، وبعدين تو. اسمع كده وبص معايا. حو تو. اكتب ايه كمان؟ كلمة ما متى. ما تا. بص على الكلمة. واضحة كده يا ولاد عندكم؟ ما تا مربوطة عشان هي مؤنثة وعليها فتحة. حمامة. تمام كده يا ولاد؟ احنا دلوقتي خلصنا كلمات كتير قوي املا بحرف الحاء. اتمنى الفيديو يعجبكم. انت لو اول مرة تسمعني اتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي جاية بعد كده ان شاء الله. السلام عليكم.